السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب واللي عددهم بفضل الله رب العالمين وصلوا 1500 مشترك، واشكر جميع من ساهم في عمل لايك او تعليق وشجعني فيه، او حتى تعليق سلبي برضو شجعني فيه. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل آلة غزل البنات باستخدام ادوات بسيطة جدا جدا جدا. والفيديو ده يا جماعة مختلف عن جميع الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب، وان شاء الله الفكرة تبقى سهلة ونقدر نعملها كلنا مع بعض. هنحتاج لمروحة فانا بتاعة كمبيوتر، اي مروحة ايا كانت. ودي يا جماعة لو مش موجودة في البيت ممكن توصل لاي محل كمبيوتر بتاع صيانة، هتقول له انا عايز مروحة فانا بتاعة بروسيسور، هتلاقيها ب5 جنيه، من 5 ل10 جنيه بالكتير خالص. وهنحتاج لعلبة بلاستيك زي كده او اكبر من كده يبقى افضل، ان انا بصراحة مش لاقي اكبر من كده عندي في البيت. وهنحتاج لعلبتين كنز فاضيين زي كده ايا كان نوع الكنز. تمام، بس هو ده اللي احنا هنحتاجه. نبدأ الشغل. هنجيب قطر وهنطير دي من هنا كده، بقطر او بمقص او باي حاجه. بتعمل صوت فظيع. تمام، ونطير التانية كمان برضو. كده نكون طيرنا الاتنين. بعد كده نغسلهم طبعا عشان مكان المشروب اللي كان فيهم، ونسويهم كده بالمقص. بعد كده هنفتح فتحة هنا كده، وهنحاول على قد ما نقدر نطير دي. تمام، وكده بقى عندنا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب هنقصر دي شويه. نقصرها كمان. طيب هندخل دي هنا جوه دي. وكده بقى عندنا المنظر ده. طيب بعد كده نجيب وليكن ابره او مفك صغير زي كده، وهنخرم هنا اخرام صغيره زي كده زي ما حضراتكم شايفين، داير ما يدور بالمنظر ده. وكده بقى عندنا المنظر ده. بعد كده هنجيب المروحه اللي هنستخدمها، وهنجيب 4 غطيان بلاستيك زي كده. تمام، وهنلحم كل غطا في مكان زي كده. تمام، كده هنجيب العلبة اللي هنشتغل بيها، نقلبها كده، ونجيب باكرة بلاستر فاضية زي كده، غلاف في باكرة البلاستر او غطا، مفيش اي مشكلة. ونيجي في النص هنا بالظبط
اتمنى الفيديو يكون واضح. طبعا ما تنساش اعمل لايك لو الفيديو عجبك، ولو ما عجبكش اوعى تنسى الديسلايك. هنطير دي بالمقص او باي حاجه، انا هستخدم مكوه حدد بيها بس. كده يكون عندنا المنظر ده تمام. دي تقدر تلف فيها. طيب هنجيب المروحه وهنلحم دي هنا. زي ما حضرتك شايفين هنكتر من الشمع هنا. طيب نجرب نركب العلبة. طبعا دي المطلوب ان هي تخرج من هنا، وده معناه ان الغطيان دي عالية شوية. طيب نجيب القطر هنطير دي كده يا جماعة. طبعا لو كده بقى نطيرها من اول بداية الاختراع، اول ما نشتغل نطيرها. طيب نركبهم تاني بقى خير ان شاء الله. نجرب نركب العلبة. تمام اوي كده. طيب نركب على كده. طيب نجيب علبة كنز كمان معلش ونطيرها من هنا. نفس النظام هناخد دي هنطيرها خالص بالمقص كده بالمنظر ده، وهنلحمها هنا بالشمع برضو.
تمام. بعد كده هنجيب دي وهنلحمها هنا بالمنظر ده. طيب نجرب. انا شغال يا جماعه على شاحن موبايل 5 فولت، تقدر تشتغل على بطاريه زي دي 9 فولت، توصل السلكين فيها وتشتغل عليها. طيب هوصل الشاحن. زي ما حضراتكم شايفين. طيب المطلوب بقى دلوقتي يا جماعه ان احنا نسخن السكر على النار، نخليه ميه ونجيبه نحطه هنا. طيب نجرب مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين. نوقف. طبعا تقلت عشان ما لمتهاش على طول لان مفيش حد معايا للاسف. الله، طعمها جميل جدا ما شاء الله. اتمنى الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع، وطبعا ما تنساش عمل لايك زي ما قلت، والاشتراك معايا على قناه محمد عادل، الاختراع المصري مع محمد عادل، لمتابعه كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.